بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم ستتمحور حول العلاقات الفرنسية المغربية، ولا سيما إبان فترة دقيقة في تاريخ أوروبا وفي تاريخ البشرية بصفة عامة، ألا وهي مرحلة الحرب العالمية الأولى، حيث تم تجنيد عدد من الجنود في المستعمرات والحمايات، ومن ضمنهم جنود مغاربة ساهموا بصفة خاصة في كسر الهجوم الألماني صوب العاصمة الفرنسية باريس في 6 شتنبر 1914. وهذا المسألة هذه مهمة جدا في تاريخ العلاقات بين البلدين، ونفس الدور قام به الجنود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية، انطلاقا من إيطاليا. وهذا الجنود هم الذين حرروا مرسيليا مثلا، كانوا أول جنود للحلفاء دخلوا روما، وبعد روما مرسيليا. بالجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية دفاعا عن التراب الفرنسي، هل في نظركم استطاع هؤلاء الجنود المغاربة أن يأخذوا يعني ولو جزء بسيط من الدولة الفرنسية ما يتعلق بحقوقهم؟ ليست لي دراية دقيقة حول التقاعد، ولكن أظن أن المشكل كان مطروح لمدة طويلة، لا سيما في بوردو. و في الواقع الفكرة هي من الجانب الفرنسي كانت هي تجميد هذه التعويضات، ما كانوا ينعتونه بلا كريستاليزاسيون دي بونسيون. كانت لا تتجاوز أظن ما يعادل 200 درهم في الشهر، من 100 درهم إلى 200 درهم في الشهر. وكان ذلك الشأن أيضا الجنود الذين شاركوا في الحرب الهند الصينية وفي عدد من الجبهات. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.